السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومكملين عمايل وحلويات العيد. كل سنة وانتم طيبين، ودايما يا رب كل سنة مع بعض كده. وان شاء الله النهاردة كده هنعمل ايه؟ البسكوت اللي بالزبدة. حاجة كده في منتهى الروعة. شوفوا الشكل والطعم كان حلو قوي قوي قوي. عملت البسكوت كده بأشكال مختلفة. عاوزة تقطعي في المكنة بتاعة البسكوت قطعيه، عايزة تعملي بالقمع التزيين اعملي. انا عملت الاشكال دي، عملت الشكل ده والشكل ده. بصوا عملتها بسكوتة، بصوا ناعمة وبتدوب كده بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، والتسوية مظبوطة، حاجة بيرفكت يعني. مش هقول، هو الشكل بيتحدث عن نفسه يعني. التسوية من فوق زي من تحت. شوفوا كده البسكوتة جميلة ومش فرشة وشكلها حلو. يلا نسمي ونقول بسم الله ونقول المقادير. 400 جرام من الزبدة. انا طبعا عاملة بزبدة عادي جدا. في الزبدة الفيرن، زبدة جنة، اي زبدة. زبدة نيوزيلندي زي ما انتي تحبي وزي ما انتي تعوزي تعملي. انا حطيت كده في العجان، ضربتها كويس شوية من غير السكر البودر. طبعا انا حاطه 350 سكر بودر بمقدار كوبايتين، وهنرجع نضربهم تاني زي ما انتي شايفة كده لغاية ما يبقى فوم ولونه يفتح. تمام. نجيب كمان 4 حبات من البيض، بس انزل بالبيض حبة حبة، منزلش بالاربعة كلهم مرة واحدة عشان ما يفصلش معاكي. وهنجيب معلقة من الفانيليا، تكون معلقة حلوة كده علشان ايه؟ الزفارة بتاعة البيض. ننزل كده ايه ببيضة واحدة واحدة. نزلنا بالبيضة الاولانية، هنضرب ونبدأ ايه اما البيضة تختفي ننزل بالتانية زي ما قلت لكم، عشان ايه؟ ما يفصلش مننا. لو فصلنا، لو حطيناهم كلهم مرة واحدة الزبدة بتفصل. صلوا على رسول الله. ادي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. حطيت الاربع بيضات وخلطنا. طبعا انا بمجرد ما بيتخلطوا خلاص، انا طبعا بنخل الدقيق كويس. ده كيلو من الدقيق، هنحط عليه ذرة من الملح. طبعا لازم نحط في اي مخبوزات او اي معجنات ذرة من الملح، ومعلقة بيكنج باودر. نجيب كده الدقيق على جنب، اخد معلقتين من الكيلو الدقيق واقول لكم احنا اخدناهم ليه وهنستعملهم في ايه تاني. نقلب كويس بقى الايه البيكنج باودر اللي حطيناه، حطينا معلقة. تمام. ونقلب طبعا ايه كويس. هنجيب بقى ايه، نيجي نكمل بقى شوفوا اهو كده بقى هش وزي فوم. شوفي بالشكل اللي انتي شايفاه ده. تمام. ننزل كده ايه الزبدة بتاعتنا، ونبدأ بقى ايه ننزل بالدقيق واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا مش برجع اعجن تاني في العجان، انا بقلب بس الدقيق يعني. بلم بس، مش عايزة ان انا عجين زي ما انتي شايفاني كده. بلم بالايه؟ بالسباتيولا. اجيب طبعا ايه نص كوباية حليب. نص كوباية حليب بمقدار 100 ملي او 150 ملي بالظبط. نص كوباية حليب او لبن. نقلبها برضو كويس بالشكل ده، ما نعجنش. تمام. وايه وقسمت العجينة نصين. نص اهو، النص اللي بالزبدة هحط عليه المعلقتين الدقيق اللي احنا كنا شايلينهم في الاول، وهنلف برضو العجينة لغاية المعلقتين ما يختفوا معانا بالشكل اللي انتي شايفاه ده. والنص التاني هجيب معلقتين كاكاو خام بالشكل ده كده، ونقلبهم برضو كويس. يبقى عملنا من الكيلو الدقيق عملنا نص بالكاكاو ونص بالزبدة. ماشي. هي عجينة واحدة بس المعلقتين اللي انا زودتهم اللي انا كنت شايلاهم في الاول حطيتهم لبتاع الزبدة، وعملت ايه المعلقتين الكاكاو بدلهم. هنبدأ بقى نقطع بالشكل اللي انتي شايفاه ده. بصي التيب بتاع البسكوت العادي، بس انتي بقى بتشكليه هو مشرشر زي ما انتي شايفاه. التشكيل بقى والتزيين بتاعك انتي اهو. انا مش راضية اسرع الفيديو ولا حاجة عشان تشوفيه وتبقي معايا واحدة بواحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو انتي وصلتي لغاية هنا والفيديو عجبك ما تنسيش تحطي لي لايك وكومنت جميل من عندك يا قمر. بصي اهو، ادي الشكل ده. انتي التشكيل زي ما قلتلك بتاعك، انتي شكلي زي ما تحبي، بس ما شاء الله العجينة اهي ناعمة وسهلة، وزي ما انتي شايفاها مش ناشفة ولا اي حاجة. شوفي معانا سهلة جدا جدا بالشكل اللي انتي شايفاه ده. قطعتهم طبعا، انا بسخن الفرن على 200. بسخنه طبعا انا وانا لسه هبدأ اشتغل، بولع الفرن على طول علشان يسخن على ما اعمل، لان انا وانا بشتغل برضو على طول مش بسيب ولا اي حاجة، على طول بدخل الفرن، ببقى زي ما انتي شايفة بقطع وبخبز البسكوت في نفس الوقت. سخنت الفرن على 200 ورجعت هديته على 180، ومش بولع الشواية خالص. هو البسكوت طبعا بيبقى من فوق ومن تحت كده، التسوية بتاعته عايزة تبقى كده على الهادي وجميلة، وما تولعيش الشواية على الرف الأوسط. اهو عملنا شكل، وادي الشكل ايه، شكلي بالشكل اللي تحبيه يا قمر. ادي اهو اشكال مختلفة طبعا، ايه معاكم واحدة بواحدة، مش راضية افصل الفيديو. وادي ملينا الصاج بتاعنا كده بالشكل اللي انتي شايفاه ده، وادي الشكل التاني اللي هو بالزبدة. يبقى عملنا بالكاكاو بالزبدة مرحلة التسوية. بصوا ما شاء الله مسوياه، شوفوا التسوية بتاعته جميلة جدا جدا، محمص من الجنبين. بصي الشكل من الجنبين زي بعض بالكاكاو وبالزبدة في عجينة واحدة. ما شاء الله ما شاء الله، تحفة تحفة. يعني البسكوتة جميلة وناعمة ومش فرشة، ما شاء الله ما شاء الله مش فرشة. في اللي بيشتكي من البسكوت وبيقول بيفرش مننا، انا صراحة انا بحبش بسكوت النشادر قوي. في ناس بتحب او بتفضل بسكوت النشادر، انا بفضل البسكوت اللي ما فيهوش نشادر، لان ده بيبقى مقرمش معاكي لفترة طويلة. لكن بتاع النشادر بمجرد ما تسيبي الطبق بره العلبة او البوكس اللي انتي حاطاه فيه، بتلاقي البسكوتة طرت. بصوا ما شاء الله شكل جميل ورائع رائع. انا رصيته في العلب الجميلة دي، شوفوا ما شاء الله تحفة تحفة، والبسكوتة ناعمة وبتدوب في البق. بصوا الشكل بيتحدث عن نفسه، ما شاء الله حاجة كده في منتهى الروعة. وشوفوا البسكوتة، بصي من الجنبين زي بعض، التسوية تسوية كده على الهادي، وتسوية مش بياخد وقت معاكي. بصي البسكوتة بتدوب في ايديا، بصي ناعمة ازاي، ما شاء الله. يلا قومي جربيها وان شاء الله. بصي اهو بتدوب كده في ايديكي، وان شاء الله تقومي تجربيها دلوقتي وتقومي تعملي. ويا رب عيد سعيد عليكم كده ان شاء الله، وتعملوا حاجتكم وانتم متهنيين بالخير والسعادة يا رب، ويجعلها سنة خير علينا جميعا يا رب. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش كومنتكم الجميل. شوفوا اللي بالكاكاو برضو ايه حلو جدا جدا، التسوية برضو زي من ناحيتين شبه بعضها. اشوفكم على خير في وصفة جديدة وفي فيديو جديد. اشوفكم على خير، باي باي.